السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. النهاردة بقى روتين يوم مختلف، هنعمل الفطار مع بعض وكمان الغدا، وهنعمل كمان أحلى كيكة نحل بيها طعمها حلو جدا. هنعملها بالسفندي أو بالبرتقال بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله ونبدأ يومنا. اول حاجه صحيت من النوم، اتوضيت وصليت، هبدا اعمل روتين لشعري. استخدمت السيروم اللي انا جايباه من كليو اخر مره معاكم في الروتين اللي فات. كنت بستخدم قبله زيت سيسا، ده حلو جدا، بستخدمه على فروه الشعر. بصراحه هو بيطول وحلو قوي. عشان الهيشان بقى كنت بستخدم الكريم بتاع دكتور ميركل، حلو جدا، وواضح طبعا من استخدامي ان هو خلاص خلص، فبصراحه هو حلو جدا للهيشان. وده روتيني، الكريمات اللي انا بحطها والسيروم. كمان بستخدم مشط خشب عشان اقلل الهيشان والتقصف، بلاش القماشات اللي هي البلاستيك. عايزه اقول لكم ان المشط الخشب ده انا تقريبا كنت جايباه من حوالي سنتين ب90 جنيه تقريبا. دلوقتي معدي 300 جنيه. هبدا بقى ان انا اعمل الفطار بتاعي. حطيت شويه صغيرين كده من الزيت وحته صغيره برده من السمنه، هنزل عليها ببصل وفلفل اخضر وطماطم متقطعين مكعبات. هبدا ان انا اديهم تشويحه مع بعض مع شويه كده من الملح، وهقلب فيهم لحد ما يبداوا ان هم يتبالوا معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده كله على نار متوسطه عادي جدا، مفيش مشكله. بعد كده هنزل عليه بشويه من الفول، ماما اللي مدمساه في البيت، بصراحه حلو جدا وطعمه حلو قوي. هحط كمان شويه من الشطه وشويه من الفلفل الاسود. هحط كمان شويه كويسين كده من الكمون وعصره نص ليمونه. هقلبهم مع بعض واسيبهم على نار هاديه لحد ما يبداوا ياخدوا ويدوا مع بعض كده، وكل حاجه تتجانس مع بعضها. وخلاص الفول بتاعي جاهز، هاخد منه شويه في طبق زي ما انتم شايفين كده. كمان هحط معاه ايه بقى، معاه العيش، ماما برضو اللي خبزهولي، بصراحه حلو جدا، ده مخبوز بالقمح الكامل. احلى بصراحه من اللي انا عملته معاكم في الروتين برضو اللي قبل كده. لو عايزين الطريقه بتاعته ان شاء الله هصورها لكم وانزلها لكم. كمان كان في شويه كده بابا غنوج، حطيتهم برضو في الطبق، والحمد لله بدات فطاري. الفطار بتاعي خفيف وبسيط كده عشان خاطر برضو الدايت. بعد ما خلصت بقى اخدت الكولاجين ده، انا بصراحه مش عارفه هو موجود في مصر ولا لا، وحلو جدا للشعر والضوافر والبشره كمان. المفروض يتاخد 6 حبات في اليوم، بس بصراحة أنا حاساه كتير شوية، فباخد 3 بس مع كل وجبة فطار أو غدا أو عشاء، باخد حباية منه. ده شكله مش عارفة بصراحة هو موجود في مصر ولا لأ، بس ممكن يكون موجود في الصيدليات الكبيرة زي العزبي مثلا. بعد كده بقى هعمل الغدا. هنعمل أحلى كبدة اسكندراني، طعمها بجد حلو جدا، أنا أحلى واحدة تعمل كبدة اسكندراني. في طاسة كده أو في أي حلة هحط 3 معالق كبار من السمنة البلدي، ممكن تستبدليه بزيت مفيش مشكلة، بس السمنة بتعلي معاكي التست جدا. هسيبها بقى تسخن كويس. بعد كده معايا الكبده، انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده شرايح صغيره، عصرت عليها نص ليمونه وسبتها في مصفى. الكبده طبعا مش بتتغسل ولا اي حاجه خالص. هحطها على طول على السمنه واسيبها لحد ما تصدم معانا عشان ما تنزلش اي سوائل وتنشف معانا وتجلد، مش هتبقى حلوه خالص. هبدا بقى ان انا اقلب فيها من وقت للتاني لحد ما كلها تغير لون بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده معايا معلقه كبيره من الثوم المفروم، هنزل بيها على الكبده وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض. هتشمي بقى ريحه عايزه اقول لكم في منتهى الجمال، حلوه جدا. كتري للكبده توم هتديكي طعم حلو جدا والنتيجه كمان حلوه قوي. هنزل بقى بالملح بتاعي وشويه حلوين كده من الكمون، رشه بسيطه من الفلفل الاسود والشطه، وشويه حلوين كده من الكزبره، نص معلقه صغيره من الثوم البودر. هبدا ان انا اديهم تقليبه مع بعض وانزل على طول بالفلفل الاخضر، بارد او حامي براحتك حسب رغبتك. هديهم تقليبه مع بعض، هسيبهم حوالي دقيقتين بس. هتبدا الكبده معانا ان هي خلاص استوت والفلفل دبل معانا حاجه بسيطه. هطفي النار وخلاص كده الكبده جاهزه معانا. عايزه اقول لكم ان هي سريعه جدا وطعمها حلو قوي، دي احلى نتيجه تاخديها للكبده بصراحه في منتهى الجمال، حلوه جدا. جربوها بالطريقه دي صدقوني هتعجبكم. عايزه اقول لكم خطيره بجد، انا احلى واحده تعمل كبده اسكندراني. كمان كان جالي اوردر بقى قلت افتحه معاكم، كنت طالباه برده من كليو، بصراحه هم عاملين عروض حلوه عشان كده طلبت ده. اما لقيت المنتجات اللي انا جبتها قبل كده عجبتني. اول منتج طلبته اللي هو الدراي تاتش صن سكرين. بصراحه انا جبت صن بلوك كتير جدا وصن سكرين كتير جدا ما عجبونيش ومبقتش استخدمهم نهائي. ده بصراحه عجبني قوي وحلو جدا، استخدمته بقالي فتره بصراحه لذيذ قوي. كمان جبت المرطب ده للبشره برضو جميل جدا، انا بحب اي حاجه اجيبها للبشره اشوف امتصاص البشره هيبقى ليها كويس ولا لا. بصراحه ما جربتهم الاتنين حلوين وبقالي كام يوم مجربوهم حلوين برضو جدا، بصراحه منتجاتهم تستاهل التجربه. ويلحقوا بقى لو هتجيبوا منهم قبل ما العروض تخلص، عاملين عروض حلوه جدا بصراحه. هعمل بقى معاكم احلى صينيه كيكه بالسفندي. معايا كوبايتين من الدقيق، نص كوبايه من النشا، كيس من البيكنج باودر يعني معلقه كبيره، حبتين من البيض، معايا فانيليا سايله او باودر، كوبايه من السكر وكوبايه الا ربع من الزيت، وعصير سفندي او عصير برتقال. انا عملت ايه في السفندي، شلت كل الخيوط اللي بتبقى بره، وكمان شلت البذر ضربتهم في الخلاط وبس كده استخدمته على طول. في الخلاط بتاعي هحط البيض، هحط عليه نقطتين من الفانيليا،
وكوبايه السكر لو حبايه مسكره شويه تحطي كوبايه وربع مفيش مشكله. هضربهم في الخلاط كويس جدا من حوالي كده 3 دقايق ل5 دقايق. على بقى ما يتضربوا كويس هجيب البوله بتاعتي احط فيها كوبايتين من الدقيق وانخلهم كويس جدا عشان خاطر الكيك معانا يبقاش، وهنخل كمان نص كوبايه النشا، وهسيب البيكنج باودر للاخر خالص. هبدا بقى ان انا اقلب الدقيق والنشا مع بعض كويس بالشكل ده، وخلاص كده السكر والبيض والفانيليا اتضربوا كويس قوي. هبدا بقى ان انا احط كوبايه الا ربع من الزيت، تقدري تستبدليها بزيت على سمنه، زبده على سمنه، مفيش اي مشكله خالص اللي انت حباه. هحط كمان كوبايه من عصير السفندي او البرتقال، وهضربهم مع بعض حوالي دقيقه بس مش اكتر من كده. خلاص كده المكونات السائله والجافه جاهزه معانا. هنزل على طول بالمواد السائله على المواد الجافه، وبالمضرب اليدوي هبدا ان انا اقلبهم في اتجاه واحد لحد ما كل حاجه تتجانس مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم الكيك دي طعمها حلو جدا بصراحه، لذيذ قوي. الاجازه جت بقى والواحد حب ان هو يرتاح، فلا برضو لازم شويه برد يجوا كده يعكنوا على الواحد. الحمد لله. بعد بقى ما كل حاجه اتمزجت مع بعضها كويس بالشكل ده، هنزل بالبيكنج باودر هقلبهم مع بعض لحد ما يختفي معانا. بعد كده هنزل عليهم بمعلقه خل وبرضو هقلبهم مع بعض كويس. خلاص كده الخليط معانا هيبقى جاهز. ما تنسوش بقى في الجو البرد ده تدعوا ان ربنا يهون على حبايبنا في فلسطين ويحفظهم وينصرهم ويثبت اقدامهم، اللهم امين. الخليط معايا بقى جاهز وده القوام المطلوب. هجيب الصينيه بتاعتي دهنتها دهنه بسيطه من الزيت وبطنتها بشويه من الدقيق، وهنزل على طول بالخليط بتاعي، وهبدا ان انا اطلع فقاعات الهواء، سواء ان انا هخبطها خبطتين على الرخامه او باي عصايه شيش طاووق او خله اسنان اطلع منها فقاعات الهواء زي ما هتشوفوا معايا. بعد كده هدخلها الفرن سخن على درجه حراره 180، الرف اللي في النص، لحد ما تستوي معانا وتنفخ كده وتعلى معانا وتبقى حلوه قوي. هتاخد حوالي 45 دقيقه. هتشغلي لها شوايه تاخد معانا لون جميل وهتطلعيها على طول، وخلاص الكيكه بتاعتنا هتبقى جاهزه. ندخلها الفرن بقى ونتابعها كده من 45 دقيقه لساعه، وبعد كده هنطلعها على طول. وقبل ما نطلعها طبعا هنختبرها، عايزه اقول لكم ان هي طريه وحلوه قوي. هنختبرها بسكين او بعصايه شيش طاووق، هتطلع معانا نضيفه وزي الفل. خلاص الكيك بتاعنا جاهز على طول ان احنا ناكله بالف هنا وشفا. طبعا المفروض تستنى عليها تبرد، لكن انا ما استنيتش عليها وقلبتها على طول وهي سخنه. واوعوا تعملوا زيي، يعني بجد ما تعملوش زيي خالص. قلبتها بقى وهي سخنه جدا، وهتشوفوا كميه البخار فلزقت سيكه كده. المفروض ان احنا نسيبها تبرد خالص عشان ما تطلعش معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. بس عادي جدا مفيش اي مشكله، واتاكلت وطعمها حلو جدا. هنا بقى بوريكم هي قد ايه طريه وفي منتهى الجمال، يعني ما شاء الله حلو قوي وهشه واسفنجيه وحلوه جدا. نبدا بقى ان احنا نقول بسم الله ونقطعها كده، نطلع منها قطعه لذيذه جدا جدا بجد. ما شاء الله على جمالها، حلوه قوي. تقدروا طبعا تستبدلوا السفندي او البرتقال بلبن، هتبقى معاكم كيكه بالفانيليا حلوه جدا. بصراحه الطعم بجد في منتهى الجمال. خلاص كده انا يومي خلص. قبل ما انام بقى بعمل روتين برضو لبشرتي، بحط سيروم فيتامين سي، بيدي نضاره وبيوحد لون البشره، بس لازم بعده ب5 دقايق تستخدمي مرطب. برضو استخدمت المرطب بتاع كليو، بصراحه حلوه قوي. استخدمت كمان الليب بالم دي، جايباها من بيت جليدي طبطب، غنيه بزبده الشيا وفيها شمع عسل وكمان زبده الليمون. بصراحه حلوه والترطيب بتاعها عالي جدا. خلاص كده انا اليوم بتاعي خلص. طبعا لو الروتين عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وقولوا لي ايه رايكم في الروتينات اللي انا بعملها معاكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.